السلام عليكم خاوتي. اليوم الدور تاع سي عمار غول اسمو يكفيه. على كل حال الواحد ما يكونش ذو اخلاق سيئة مع الناس، ولكن نحب نقول كلمتي وتكون واضحة. انه يدير تصريح في الاذاعة ويقول باللي كاينة اجندات اجنبية، يعني بالمعنى الصحيح أن الشعب الجزائري نوضته يد خارجية، يسمى ينتبعوكم ونتبعوا الرئيس الكادر، ما نقولش الرئيس، في طريقكم يتقلبوا الشعب، تخوفوه كما راه يخوف فيه سيدي سعيد ويقول باللي نرجعوا للدم ونرجعوا للعشرة السوداء ونرجع حوسوا يخليوها. سي محمد، الجزائر هذه مش تاعك. انت راك كنت في حزب حماس، نفكرك كنت في حزب حماس وما كانش الناس تسمع بيك. قدموا الملف تاعك باه صبحت وزير، ونهار اللي صبحت وزير ضرت على حماس وضرت على الشيخ نحناح ودرت حزب وحدك. التاريخ يشهد على هذا الشيء. واليوم جيت تهدر وتقول اجنده واجنده. اذا كنت راجل وفحل قدم البرنامج تاعك وتقدم للرئاسيات وتشوف روحك لا تجيب ولا ما تجيبش. ما تدركش ورا سيدك، تدرك ورا سيدك وتساند في واحد اللي هو مريض. كون جا لاباس به نقولوا معليش راه مريض وخدام، مي واحد مريض تحاولوا تقدموا واحد مريض باه تبقاو نتوما في السلطه. كي انت كي بن يونس عماره كي يحيى، هذو اللي ساندوا اكل الرايس اكل باه تبقاو في الوسمو، ويجي يقول لك الرايس راه لاباس به وراه خدام. الرايس مش لاباس به، الرايس تاعنا راه مريض، لازم يرتاح ولازم يخرج من الباب الواسع، وانتم رايحين تخرجوه من الباب الضيق ورايحين تهينوه بالمعامله تاعكم هذه، ورايحين تحطموا المعنويه تاعو، تزيدوا تكملوا عليه ضربه واحده اذا كان مازال فيه شويه. عيب الشيء اللي راكم ديروا فيه، عيب الشيء اللي راكم ديروا فيه. غول يشهد عليك التاريخ على الشيء اللي راك دير فيه. انت بعت حماس، كنت في حماس وبعت حماس وخنت حماس، واليوم جيت تهدر. انت خاين وماكش واحد اللي يبقى في الدولة. شكرا خاوتي.